أهلا بيكم في كابتشينو. معاكم شيرين وجيه. النهاردة في كابتشينو هنتكلم عن المسلسل الإذاعي الحائط الرهيب. تعمل إيه لو حيطة وقفت قدامك 19 سنة ووعدتك عن أغلى الناس اللي أنت بتحبهم؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في المسلسل بتاعنا، وأوعدكم إنكم هتسمعوا مسلسل درامي اجتماعي مشوق جدا. خلينا نقول أبطال المسلسل بتاعنا النهاردة: زوزو نبيل، صلاح سرحان، نبيل الألفي، إحسان القلعاوي، كريمة مختار، ورفيع الشال، إحسان الشريف، وشفيق نور الدين، عبد العليم خطاب، عادل المهلمي، وحسن يوسف. المسلسل من تأليف فتحي أبو الفضل وأخرجه للإذاعة أحمد زكي. خلينا نحضر فنجان الكابتشينو ويلا نشوف حكايتنا النهاردة بتقول إيه. الحائط الرهيب. الحكاية بتبتدي يوم عيد ميلاد سامي. يلا يا سامي يا حبيبي، تعالى اطفي ال3 شمعات دول. تعال اشيلك، انفخ قوي. 1 2 3 يلا. الدكتور رأفت وسامية كانوا عايشين حياة زوجية سعيدة جدا في المنصورة، ويوم عيد ميلاد ابنهم سامي، أمين أخو الدكتور رأفت كتب 25 فدان باسم سامي ابن أخوه كهدية لعيد ميلاده. لكن ده كتير يا أمين. انت مالك انت ومال سامي؟ لا انت ولا سامية لكم دعوة، سامي ده ابني انا. في اليوم ده رأفت قال لأخوه ومراته إنه الصبح هيسافر لمؤتمر طبي في مصر وهيضطر إنه يبات هناك. انا كمان قايم بكرة ضروري على راس البر. عاوز اروح ارتاح ولو 15 يوم، ما فيش غيرهم. خلينا نقول إن رأفت وأمين إخوات بس من نفس الأم بس، لكنهم كانوا بيحبوا بعض جدا. الدكتور ابوه كان راجل على قده، لكن ديك عايز ايه هو غنى ايه ما اقولكيش. يبقى مش كتير عليه لما يكتب 25 فدان لابن اخوه. رجع تاني لرأفت وسامية. سامية كانت برضو بتشتغل ممرضة قبل ما تتجوز دكتور رأفت، وطبعا سابت شغلها أول ما اتجوزت رأفت، وكانوا بيعيشوا حياة زوجية سعيدة. كان عندهم في أوضة النوم دولاب في الحيطة، وكان الدولاب ده في ظهره الجنينة بتاعت البيت. الدولاب البلاكار ده بيتهيألي عاوز شوية زيت في المجرى التحتانية بتاعته. شوفي دي يظهر ورقة شوكولاتة مرمية في المجرى بتاعته اهي. لازم سامي اللي حطها او وقعت منه ولا حاجة. رأفت اوعى يا رأفت، دي مش ورقة شوكولاتة، دي عقربة. يا شوف قد ايه يا رأفت. حاسب يا رأفت. الله ما تخافيش دي ميتة. ورأفت برر لها ده وقال لها إنه عشان الدولاب في ظهر الجنينة فممكن يدخل أي حاجة على أي حال ما تاخديش في بالك، الفيلا انت عارفة احنا واخدينها قديمة، والتجديدات اللي عملناها بسيطة برضو مهما كان. الصبح رأفت وهو بيستعد للسفر بيجيله تليفون من أخوه أمين، واللي بيطلب منه إنه يجيله ضروري على محطة القطر. فعلا رأفت بيروح لأمين المحطة، وهناك أمين بيديله شنطة فلوس بيع القط، وبيطلب منه إنه يشيلها عنده لحد ما يرجع من راس البر. ورأفت قال له ما يقلقش خالص، وإن هو هيشيل الفلوس دي مع سامية. كتر خيرك يا رأفت، انا تعبتك. ما تقولش كده، مفيش تعب ولا حاجة. فعلا بيسافر رأفت لمصر عشان يحضر المؤتمر هناك، بس أول ما بيوصل هناك بيلاقي إن المؤتمر اتأجل لأجل غير مسمى. فساعتها بيقرر إن هو يرجع تاني المنصورة في نفس اليوم عشان يبات في بيته. لما رجع رأفت البيت، سامية اتفاجئت جدا وارتبكت. لما رأفت لقى سامية مرتبكة ومش طبيعية ابتدى يشك فيها، واتهمها إن في حد معاها في الأوضة. رأفت ايه اللي بتقوله ده؟ انا بسألك تجاوبيني، انت متأكدة انك لوحدك في الأوضة دي يا سامية هانم؟ لا طبعا مش لوحدي، مش انت موجود اهو. يعني احنا الاتنين بس؟ طبعا احنا الاتنين بس، ملناش تالت. رأفت. وبدل ما رأفت يفتح الدولاب ويشوف هل في حد جوه ولا مفيش، نده رأفت على عم صالح الجناين وطلب منه إنه يبني حيطة ويقفل بيها الدولاب، بحجة إن سامية شافت جواها تعبان زي ما شافت العقرب قبل كده. عشان كده قلنا نسده، نبني عليه ونخلص منه. امرك يا سعادة الدكتور. يلا شوف شغلك علشان ما نضيعش وقت. وفعلا عم صالح ابتدى يجيب الطوب بتاعه والأسمنت ويبني الحيطة ويسد الدولاب.
بيصحى رأفت تاني يوم الصبح بيقرا الجرايد، بيلاقي خبر مكتوب فيه إن المركب اللي واخدة المسافرين اللي كانوا من دمياط لراس البر غرقت، والمركب دي كان فيها أخوه أمين. أخويا أمين يا عم صالح، أخويا أمين غرق يا عم صالح. بس قبل ما رأفت يسافر لراس البر عشان يتأكد من الخبر أو يشوف إذا كان فعلا أخوه مات أو لأ، أخد سامية للمخزن اللي كان ورا الدولاب اللي في الجنينة. انت مدخلني المخزن ليه دلوقتي؟ الحيطة مطرح ما هديتي وبنيتي لسه باينة هي يا ست هانم، المونة لسه ما نشفتش، والأعمى يقول لك إن الحيطة دي اتنقبت وبعدين انسدت تاني، مطرح المية والأسمنت لسه باين في الأرض أهو. طبعا سامية انهارت وحاولت تقول لرأفت إنها بريئة وإنها ما عملتش كده، بس للأسف رأفت رفض إن هو يسمعها أو يحاول يفهم موقفها إيه. أنت تخرسي، اتفضلي قدامي. وطلب منها إنها تخرج وتسيب البيت في هدوء وتنساه وتنسى ابنها وحيد. فعلا خرجت سامية من البيت وسافرت على مصر، وبيقول رأفت لصالح وأمونة الدادة إنهم انفصلوا من غير ما يقول أي أسباب لده، وبيقرر رأفت ساعتها إنه يغير اسم سامي ويخليه وحيد. اللي عاوزه منكم، سامي طبعا هيقعد جمعة ولا 2 يفكر فيها وبعدين هينسى، مش عاوز أي حد يفكروا بيها. سافرت سامية لمستشفى الدكتور زهدي في مصر وعرفته تاني بنفسها وطلبت منه إنها ترجع الشغل معاه تاني، بس طلبت منه إن محدش يعرف إيه هي حكايتها أو كانت متجوزة مين. أنا كانت جاية لي ممرضة اسمها ليلى واعتذرت لها في آخر لحظة. هعتبرك أنت بدلها يا ليلى. متشكرة يا دكتور. نرجع تاني للمنصورة، واللي بنلاقي إن في يوم أمونة بتصرخ على الدكتور رأفت وبتنادي عليه وبتقوله إنها لقت عم صالح مقتول، والتحقيق اتقفل في قضية صالح والجناية اتأيدت ضد مجهول لأنهم معرفوش مين اللي دخل وقتل صالح. يا دي النصيبة، دم صالح يروح حضر كده؟ معلش، كل شيء مسيره يبان يا دادا، ربنا موجود ونعم بالله. بتمر السنين وبيكبر وحيد وبيقرر إن هو يدخل كلية الحقوق في مصر، فبينزل رأفت مع وحيد علشان يقدم له في الكلية ويدبر له مكان يسكن فيه. فعلا بيسافر رأفت ووحيد لمصر، وهناك بيروحوا لفهمي صاحبه علشان يدبر له سكن. فهمي هناك قال له إن في شقة في البيت بتاعه ويقدر وحيد يسكن فيها وقت ما هو يحب. كده قوموا بينا اوريكم البيت. يا فايزة، فايزة. ايوه يا بابا. هاتي مفتاح الشقة اللي فوق علشان اطلع مع عمك الدكتور رأفت وسي وحيد اوريهم الشقة. حالا يا بابا. أما بقى في الجامعة فبنلاقي هناك أميرة اللي أول ما بتشوف وحيد بتعجب وبتهتم بيه جدا. ما تفهميش ايه نوع الاحساس اللي انا حاسه بيه من ناحيته. ازاي؟ متهيألي اني هحتاج له في اي ظرف او اي طارئ او مشكله، واني هلاقيه جنبي يسندني واعتمد عليه. وفي يوم علوية مرات فهمي بتتعب وبينقلوها مستشفى الدكتور زهدي، وهناك طبعا الممرضة بتاعتها كانت ليلى، واللي علوية حبتها جدا هي وبنتها فايزة لدرجة انهم بقوا اصحاب، وليلى وعدت علوية انها هتزورها في بيتها لما تخرج من المستشفى. ابقي اكتبي لها العنوان يا فايزة. حاضر يا ماما. لازم نبقى حبايب كده على طول بإذن الله. أما عن وحيد ابتدى يتقرب من أميرة وابتدى يحس هو كمان إنه هو مهتم بيها وبيحبها. تعرفي أنا كنت ببص ال4 سنين اللي قدامي لغاية ما اتخرج من الجامعة زي ما يكونوا 40 سنة، لكن دلوقتي وانت جنبي يا أميرة وحياتي بقى لها الطعم الجميل ده، أنا حاسس إن ال4 سنين دول هيفوتوا زي 4 أيام. أقسم لك إنه نفس الشعور اللي عندي يا وحيد. علوية خرجت من المستشفى، وطبعا كانت ليلى لازم توفي بعدها لعلوية وفايزة وتروح تزورهم في البيت. وفعلا
وبتروح ليلى تزورهم في البيت وبيرحبوا بيها جدا. اعملي لنا فنجانين قهوه قوام يا فايزه. حاضر يا ماما. شوفي مين يا فايزه. ده لازم وحيد. مساء الخير يا فايزه. تعالى يا وحيد، تعالى سلم على ست ليلى. معلش يا تيزه عشان معايا واحد صاحبي، سلمي لي عليه. عاوز المفتاح طبعا. اذا سمحتي. معايا اهو. متشكر قوي يا فايزه. يلا يا رضا. اعتادت ليلى إن هي دايما تزور علوية وفايزة في البيت وتقعد معاهم شوية. وفي يوم من الأيام وليلى بتزور علوية ابتدت تحكي لليلى وبتقول لها إن هي متضايقة جدا، حاسة إن أميرة بنتها متضايقة جدا وما تعرفش هي إيه سبب مضايقتها، وإنها ساعات بتخش عليها الأوضة بتلاقيها قاعدة بتعيط لوحدها. وحكت لها ده على أمل إنها تقدر تعرف منها إيه اللي مضايقها، لأنها كل ما تسألها بتقول لها إن مفيش حاجة. فعلا فايزة بتحكي ليلى الحكاية، قالت لها إنها بتحب وحيد بس هي حاسة إن هو بيحب زميلته أميرة. ايه رأيك بقى تسيبيلي الحكاية دهيت وانا هتكلم معاه واشوف لك ميته ايه؟ صحيح يا طنط؟ طبعا. يا ريت يا طنط. ليلى بتطلع لوحيد شقته علشان تتعرف عليه، بس هو بيقول لها إن هو فعلا يعرفها لأنه لمحها مرة واحدة عند علوية هانم، وإن ملامحها مش ممكن إن هو ينساها. وفجأة وفي نفس اليوم وفي نفس اللحظة اتطورت علاقة ليلى ووحيد جدا. كل واحد منهم حسوا إن يعرف التاني وإن في حاجة بتشدهم لبعض، لدرجة إنهم قعدوا يسمعوا موسيقى ونسيوا موضوع فايزة خالص. اظن في الراديو في دلوقتي مزيكا لطيفه قوي. ده راديو بطارية؟ ايوه، اول ما يتفتح تسمعي على طول في الحال. ابتدت بعد كده ليلى تسأله عن حياته وازاي بيمشي حياته، وقالت له إن فايزة بتحبه وإنها هتكون عروسة مناسبة ليه جدا. انا عمري ما فكرت في حاجه زي دي. وايه اللي يمنعك؟ لسه بدري على التفكير في موضوع زي ده. بيقطع كلامهم عاشور البواب اللي بيخبط عليه وبيقوله إن في تليفون ليه عند البقال، فبيسيب ليلى فوق وبينزل يرد على التليفون. خير يا وحيد، كان ايه التليفون اللي عاوزك ده؟ ده زميل ليا، كان في ميعاد مهم بيني وبينه بكره، بعت يقول لي انه دخل المستشفى يعمل عمليه مصران اعور. وبيقطع كلامهم تاني عاشور البواب. ايه عاشور، في ايه؟ خير؟ والدك وصل يا وحيد. ايه بابا؟ في ايه يا وحيد؟ لا ابدا ولا حاجه، ده بابا وصل. ليلى سابته وقالت له انها هتنزل تقعد عند علوية شوية علشان هو ينزل يستقبل برضه، ووعدته انها هتزوره مرة تانية. دمنا. لما بيوصل رأفت بيقوله انه مرة واحدة قلق عليه وحس ان في خطر عليه، فجاب أمونة الداتا وقال يقعدوا عنده كام يوم. أنا جايبه لك معايا من المنصورة كل الحاجات اللي بتحبيه. تسلم ايديك يا دادا. بيظهر لنا بعد كده ان وحيد واصحابه كانوا ضمن المقاومة ضد الإنجليز، وكانوا بيحاولوا يعملوا عمليات ضد الإنجليز. ولما أميرة بتعرف بتطلب منه إنها تنضم معاهم للمقاومة. بس انت لكن ايه اللي هتقدري تعمليه؟ اي حاجة مهما كانت بسيطة، لكن برضو اهو اتعاون وياكم. خلاص، اعتبري نفسك من دلوقتي واحد مننا. نرجع تاني رضا صاحب وحيد اللي دخل المستشفى، بيتجمعوا مع زمايلهم وبيبتدوا يتفقوا على الخطة اللي هينفذوها. بس وهما بينفذوا الخطة بتهجم عليهم القوات وبيحاولوا يهربوا. هما كانوا 3، كان علي وأحمد وكان معاهم وحيد دخل، وعلي وأحمد كانوا بره فضلوا مستنيينه. لما ما جاش اضطروا ان هما يهربوا، انما وحيد ما خرجش. انا مشغول قوي على وحيد يا علي. ما تخافش على وحيد، وعلى اي حال ما كانش في حيله، كان لازم نهرب والا كنا ضعنا احنا كمان. الامر لله. يا ترى رضا هيقول ايه لما يلاقينا راجعين من غيره؟ لما وصلوا المستشفى عند رضا حكوا الحكايه لرضا واميره، وقالوا لهم ان هما ما يعرفوش اي حاجه، وان هما لو كانوا استنوا شويه كانوا الانجليز لحقوهم وضربوهم بالرصاص او اتقبض عليهم. قلقانه قوي على وحيد. ما تقلقيش يا اميره. فضلت ليلى وأميرة كل شوية بيسألوا على وحيد في البيت وفي كل مكان، بس للأسف ما بيلاقوهوش. على عيني يا ست هانم. واوعى النمرة تروح منك يا عاشور. رقبتي يا ست هانم. أول ما يرجع وحيد تخليه يكلمني في التليفون. على عيني. في النمرة دي. على عيني يا ست هانم. اوعى النمرة تروح منك. لا تروح ازاي؟ دي النمر كترت قوي. مع السلامة يا ست ليلى.
لدرجة إن فهمي وعلوية فكروا إنهم يبلغوا البوليس عن اختفاء وحيد. والله ما أنا عارفة يا فهمي، أنا قلبي مشغول قوي. لازم نبلغ البوليس والأقسام وإيه يا فهمي؟ ولا على إيه؟ أي كلمة كانت هتطلع مني قلبي ما طوعنيش. يا أخويا بعد الشر عليه وعلى شبابه. بس بعد كام يوم بيتصل عاشور البواب بليلى في المستشفى وبيبلغها إن وحيد وصل البيت، بس للأسف حالته وحشة جدا. بتجري ليلى على بيت علوية وفهمي عند وحيد وبتاخده بتنقله على المستشفى. وقبل ما بتنقله وحيد بيطلب من فهمي إنه ما يبلغش أبوه باللي حصل علشان ما يقلقش عليه، واللي بتوافقوا علوية على كلامه ده وبتقوله لما يطمنوا على وحيد الأول ساعتها يقدروا يبلغوا رأسه. ابتدت حالة وحيد تتحسن شوية بشوية، وجم أصحابه عشان يزوروه في المستشفى وبيطمنوا عليه ويطمنوا منه هل البوليس جه يسأل عن سبب الإصابة أو الرصاصة اللي وحيد خدها. جاني ظابط هنا. وبعدين؟ الحقيقة ست ليلى الممرضة اللي هنا كتر خيرها قالت له إن حالتي ما تسمحش إن أتكلم أبدا، وبعد كده راح قابل الدكتور شريف، وأظن أجلوا الموضوع لحد ما يشوفوا إني أقدر أتكلم وأدي أقوى. ولما جم أصحابه يمشوا وحيد طلب من أميرة إنها تفضل معاه، وقال لها إنه عايز يعرفها على ليلى. يا سلام، قد كده لطيفة. يا سلام يا أميرة، ما عندكيش فكرة. حلوة زي القمر، ملاك. بقى كده، وعشان كده تلاقيك مبسوط قوي من رقدتك في المستشفى. وهما بيتكلموا دخلت عليهم فايزة اللي ضايقت جدا لما شافت أميرة عنده. أنا مخصوص بنزل قبل بابا وماما عشان أجيلك أقعد وياك لوحدنا شوية، أو ما الاقي ست أميرة سبقاني وقاعدة معاك. فهمي دخل بعد فايزة وقال لوحيد إنه لازم يبعت لوالده علشان يقوله، بس وحيد قال له إن ملوش لزوم بما إن حالته استقرت فما فيش داعي إن هو يقلق باباه. بس فهمي لما هيفكر مع علوية هيقرروا هما الاتنين إنهم لازم يبلغوا رأفت باللي حصل. اتفضل يا دكتور رأفت، اتفضل. وحيد خليك يا وحيد، اوعى تتحرك. سلامتك يا سي وحيد. والدكتور بيقرر إنه يمنع عنه الزيارة، ولما بتيجي أميرة تزوره بتتعرف على والده، واللي لما بيشوفها هو كمان بيحس إن هو مرتاح لها جدا. أنا فعلا سعيد اللي شفتك وعرفتك. وأنا كمان. ابتدت حالة وحيد في المستشفى بتتحسن شوية بشوية. ليلى حاولت تعرف منه ايه سبب الإصابة اللي هو فيها. في الأول وحيد ما كانش عايز يقول لها، خوف منها إنها ممكن تقول لحد، لكن هي وعدته إنها عمرها ما هتقول لحد. وابتدى يحكي لها إنه هو مع مقاومة الاحتلال وكان بينفذ ساعتها عملية، والقوات كانت بتجري وراه وهو حاول يهرب منها لحد ما خد الرصاص. وده اللي كنت خايف تقوله لي. أنا كنت خايف لحسن تمنعيني. أنا لا يمكن أمنعك عن عمل زي ده أبدا. حقيقي يا ليلى. ابتدت علاقة وحيد بليلى تبقى أقوى لدرجة إنه عرض عليها الجواز. تتجوزني؟ اسمعي بس، افهميني. أنا مش عايز أكتر من إني أكون جنبك بأي شكل، بأي طريقة وعلى أي وضع. بيرجع وحيد البيت، ولما بيرجع ليلى بتيجي تزوره، بس لما عرفت إن وحيد عند فهمي نزلت تاني وقالت لعاشور البواب إن بلغوا إنها جت. بعد حادثة وحيد رأفت بيقرر إنه ينقل عيشته كلها في القاهرة بدل من المنصورة علشان يكون جنب وحيد. موافق بقى معايا على الفكرة ولا إيه؟ طبعا. ولما رأفت بيرجع المنصورة عشان يخلص التزاماته اللي موجودة هناك، ابتدت زيارات ليلى الوحيد تكتر، واللي لاحظها علوية وفهمي. واتضح إن ليلى بقت بتطلع عند وحيد من غير ما تعدي على علوية أو أي حد يشوفها، من غير ما تفوت علينا، لو هي طالعة ولو هي نازلة. بتطلع علوية الوحيد شقته وبتبلغه بالكلام اللي الناس بدأت تقوله عليه هو وليلى. بينفعل وحيد جدا وبيقول لها إنه ممكن يعزل من البيت لو هو ده اللي هيريح علوية وفهمي، بس هو بيتكلم بيقطعه صوت جرس الباب. مساء الخير. ليلى هانم، أهلا شرفتي. ازيك يا علوية هانم؟ وبيقرر إنه يعمل مواجهة ما بين علوية وما بين ليلى والكلام اللي بيتقال. لكن اللي أنا عايزة أقوله ما يحلوش إنك تعزل من عندنا عشان تسكن في حتة تانية. امال ايه اللي عاوزه تقوليه حضرتك؟ انتوا مش دارين بالطريق اللي ابتديتوا تمشوا فيه. متهيأ لكم
انه طريق واحد جمعكم وهيفضل جمعكم على طول. ليلى بعد ما سمعت كل كلام علوية قالت لها إن هي بعد كل ده وبرضه لسه مش عارفة حقيقة اللي ما بينها وما بين وحيد. علوية بتسيبهم فوق وبتنزل على شقتها وبتقول لفهمي على كل اللي حصل، وقالت له كمان إن ليلى ووحيد مرتبطين ببعض بشكل غير عادي، وإنها حاسة إن ممكن الموضوع يتطور ما بينهم ويتجوزوا، واقترحت عليه إنه لازم يبلغ رأفت باللي بيحصل عشان يقدر يلحق ابنه. حتى أميرة بتلاحظ التغيير اللي حصل لوحيد، وإنه مبقاش معاها خالص، حتى الكلية بقى مش بيروحها كتير، وقررت إنها لازم تروح له علشان تقدر تفهم منه في إيه بالظبط وإيه اللي حصل. فعلا أميرة بتروح لوحيد الشقة واللي بيحاول يمنعها من الدخول، ولما سألته إذا كان في حد جوه ولا لأ سمعت صوت من جوه بيقوله مين يا وحيد اللي جه؟ الصوت ده مش غريب عليا. ايه يا وحيد؟ مين؟ ماما. أميرة استني يا أميرة استني. طبعا وحيد بيتفاجئ إن أميرة طلعت بنت ليلى، بس ليلى سألته سؤال إذا كان بيحب أميرة ولا مش بيحبها، بس هو قال لها إن هو برضه بيحب أميرة. الوضع دلوقتي استقام يا وحيد، أميرة هي اللي تلقلك، هي دي اللي تتجوزها مش أنا. تجوزيها لي؟ وليه لأ؟ هو ده الوضع الطبيعي، هي بنتي وانت زي ابني، سيبني أرتب كل حاجة. ولما ليلى بتروح البيت عند أميرة بتكون منهارة من العياط، بس ليلى بتطمنها وبتقول لها إن هي مش بتحب وحيد أو حاجة، إن وحيد بالنسبة لها زيها بالظبط، ووحيد ده بيفكرها بابنها بالظبط، وقالت لها إن وحيد بيحبها جدا، وهي اتناقشت معاه في الموضوع ده، وإن الوضع الطبيعي إن هما الاتنين بعد ما يتخرجوا يتجوزوا، وإن هو يجيب والده ويتقدم لها. يا حبيبتي يا مامتي، أنا مش عارفة أقولك إيه. ما تقوليش حاجة يا حبيبتي، ادعي لي بس إن ربنا يخليكي ليا ويلم جرحي. في الناحية التانية بنلاقي إن رأفت وصل عند وحيد البيت وابتدى معاه بلهجة حادة بيناقشوا في الموضوع بتاع الجواز، بس وحيد ابتدى يصحح له الكلام وقال له إن اللي وصل له الكلام وصله له غلط، وإن هو يقصد إن هو يخطب البنت مش أمها، وقال له كمان إن بنتها هي أميرة اللي كانت بتزوره في المستشفى. طب اسمع، أنا عندي اقتراح، أنا عايز أقابل الست دي وأتكلم معاها، يمكن أكون ظالمها صحيح. يا ريت يا بابا يا ريت، تأكد إنك هتكتشف فيها حاجات كتير أكتر من اللي قلتها لك. لما نزل وحيد بعدها بشوية ليلى وصلت الشقة عند وحيد، واللي بيفتح لها الباب كان رأفت، واللي هما الاتنين اتفاجئوا ببعض. سامية ورأفت بعد 19 سنة بيتقابلوا تاني في شقة وحيد. مش ممكن، مستحيل، مش ممكن، مش ممكن. ولما بيعرف إن هي دي ليلى الممرضة بيقول لها إن وحيد ده هو سامي ابنها، وإن علاقتهم ببعض دي ما ينفعش إنها تكون، وبيحاول يفهم منها العلاقة بتاعتهم وصلت لحد إيه. وحيد يبقى سامي؟ اتكلمي ايه اللي بينك وبينه؟ ايه اللي جرى بينك وبينه؟ انطقي اتكلمي. وبتحاول دايما تفهمه إن هي كانت حاسة إن وحيد ده زي سامي بالظبط. اسمعي، وحيد نشأ على إنك ميتة، وأنا عشت فعلا ميتة، وزي ما ظهرت في حياته فجأة لازم تختفي من حياته إلى الأبد، وخدي بنتك معاكي في المكان اللي هيلمك. بنتي تبقى بنتك. بس للأسف رأفت تاني بيشكك في ليلى، وبيقول لها إنه هو مش ضامن إذا كان فعلا كلامها صح أو لأ، وبيطردها بره البيت. إن ما كانش يسعدك إنها تكون بنتك، هي كمان ما يسعدهاش إنك تكون أبوها. برا اطلعي برا. ولما بتخرج ليلى من الشقة وحيد بيرجع تاني لأبوه، ورأفت بيبلغه إنه استحالة يتجوز أميرة، وإنه عمره ما هيشوف ليلى دي تاني. اللي انت عاوز تتجوزها دي تبقى أختك، وليلى تبقى أمك. وحكى رأفت الحكاية كلها لوحيد، خده المنصورة ووراله الدولاب اللي مبني قدامه الحيطة، وحكاله بالظبط إيه اللي حصل في اليوم ده. بس وحيد ما صدقش أي حاجة من الكلام ده، وقال لوالده إن هو هيروح يستريح شوية، وبيروح يسأل أمونة عن الكلام اللي حصل ده حصل فعلا ولا لأ. السر دي محدش يعرفه إلا ربنا وواحد بس.
انت ناسي يا دادا ان في واحد تاني يعرف السر ده. مين؟ امي نفسها، ست سامية هانم. ايوه، وانا لازم ارجع لها مصر حالا واسالها واعرف منها كل حاجه. نرجع لمصر بنلاقي ان أميرة لحد دلوقتي ما تعرفش اي حاجة عن اللي حصل ما بين ليلى ورأفت، وافتكرت ان وحيد خلاص كده مش هيرجع تاني. بس ليلى بتطمنها وبتقول لها ان وحيد هيرجع، يعني هيرجع، وان عمره ما هيقدر ينساها. ولما بتسألها هل هي لسه بتحب وحيد وعايزة تتجوزه، أميرة بتقول لها ان بيتهيأ لها لو وحيد دخل عليها دلوقتي بموافقة والده هي مش هتوافق تتجوزه، بالرغم من انها فعلا لسه بتحبه. أميرة. أفندم يا ماما. انت مستعدة تستحملي مفاجأة؟ قولي يا ماما، مفاجأة ايه؟ انت ما لاحظتيش ابدا وحيد اسمه بالكامل ايه؟ ماما انت عاوزة تقولي ايه؟ وحيد اخويا؟ ايوه اخوكي. بيسافر وحيد على مصر، اللي وهو سايق العربية بيعمل حادثة وبيخبط شخص، بس هو بيفضل مكمل طريقه لحد ما يوصل لوالدته في مصر، واللي أول ما بتفتح له الباب بتستقبله بالأحضان هي وأميرة، وإن هما فرحانين جدا إن هما اتجمعوا تاني ولقوا بعض. وابتدى وحيد يتناقش مع مامته في اللي حصل في اليوم ده. اللي معاه مفتاح السر يا وحيد مات. انا مصدقك يا امي. بنرجع تاني للمستشفى اللي اتنقل فيها الراجل اللي خبطه وحيد بعربيته وهو نازل على مصر، وبنلاقي ان رأفت راح هناك عشان يشوف الراجل المصاب ويحاول يعمل اي حاجة ويتنازل بيها عشان وحيد ما يتسجنش. واللي لما بيدخل الأوضة بيتفاجئ بأمين أخوه هو اللي على السرير. انت عرفت مكان ازاي؟ اللي صدمك بالعربية يبقى سامي ابني. انتقام إلهي عادل. وهنا أمين بيطلب إنه يشوف سامية عشان يقول الحقيقة لأول مرة قدام رأفت. بنلاقي إن رأفت بيجري على شقة ليلى أو سامية وبيقول لها تيجي معاه عشان هي الوحيدة اللي تقدر تنقذ حياة أخوه. ولما ما صدقتهوش إن أخوه لسه عايش قال لها تعالي وانتي تشوفي بنفسك. لما شافت إن أمين عايش فضلت تترجاه وتقوله يقول على السر وإيه اللي حصل في اليوم ده. بيحكي لنا أمين إن هو في اليوم ده لما عرف إن أخوه كان مسافر مصر راح لسامية البيت ودخل عليها الأوضة، وإن هو كانت نيته مش سليمة من ناحيتها، ولما اتفاجئ بدخول رأفت الأوضة استخبى في الدولاب. اللي حسبته لقيته بالظبط يا دكتور رأفت. لقيتك هتقتل أخوك، وطبعا أخوك لازم هيدافع عن نفسه. أخين هيقتلوا بعض علشاني وأنا بريئة. سامية صادقة في كل اللي بتقوله. ابتديت أسمع حاجة غريبة، دق خفيف في الحيطة من ورا. مين؟ سيدي أمين بيه؟ عم صالح في عرضك، أنا في عرضك. يا دي الليلة السوداء يا سيدي أمين. وبعدين يا أمين؟ برضه ما اطمئنتش، حسيت إن عم صالح مش هيقدر يحفظ السر. رجعت بالليل وقتلته. فأمين غير اسمه وعاش طول حياته باسم مستعار تاني عشان ما يقولش لأخوه الحقيقة. ولما جه الضابط لأمين عشان ياخد أقواله في اللي صدمه بالعربية قال إن اللي خبطه بالعربية ملهوش ذنب خالص، وإن هو اللي كان ماشي ومش واخد باله. طبعا رأفت بيعرف إن هو غلط في حق سامية طول السنين دي، وطلب من سامية وأميرة إن هما يسامحوه. إذا هما سامحوك أنا أسامحك. خديني لهم. وفعلا أميرة وسامي سامحوا والدهم رأفت ورجعوا تاني يعيشوا كأسرة سعيدة مع بعضهم في المنصورة. ده كان ملخص مسلسل الحائط الرهيب، وكالعادة هنسيب اللينك للي عايز يسمع المسلسل بأصوات الممثلين ويعيش معاهم الحكاية زي ما عيشوا هنا. خلينا نقول إن المسلسل بتاعنا بيتكلم عن الشك. رأفت لما شك في سامية ما تحملش إن هو يعرف نتيجة شكه ده إيه، خد القرار على طول وبنى الحيطة فوق الدولاب. وبعدين شك تاني مرة إنها فتحت الفتحة من ورا وخرجت اللي كان موجود في الدولاب من غير ما يحاول يسمعها. وبناء إن هو رفض إن هو يسمعها لمدة 5 دقايق بس، فضل 19 سنة حارم وحيد من أمه، أو حارم سامي من أمه، وحرم نفسه من إنه يعيش مع بنته أميرة اللي كبرت بعيدة عنه. وفضل طول السنين دي فاكر إن مراته فعلا كانت بتخونه.
خلينا نقول ان ده مفيش اي مبرر برضو يقول ان حد بيشك في حد فيروح باني الحيطة من غير ما يفتح الدولاب. يعني هو كان اسهل حاجة ان هو كان يفتح الدولاب. فلحد دلوقتي مش مقتنعة بفكرة ان هو كان عايز يهزها نفسيا فقال ان هو هيسد الدولاب، فسد الدولاب عادي جدا عشان بس يهزها نفسيا وانها تعترف مين اللي جوه الدولاب، رغم ان الحل كان واضح عنده انه كان ممكن يفتح الدولاب وكان ساعتها ممكن يلاقي اخوه جوه. تاني حاجة، تاني تعليق عن أميرة وسامي أو وحيد. لحد دلوقتي أنا مش فاهمة هما ازاي ممكن يكونوا في سن بعض في الكلية، يعني اتقابلوا ازاي هما الاتنين في نفس المرحلة. فدي نقطة مش واضحة في أحداث المسلسل. ايه اللي حصل يخليهم هما الاتنين بنفس السن وبنفس السنة؟ دي نقطة مش موجودة أصلا في المسلسل. المسلسل برضو كان بيكلمنا عن وقت الإنجليز وإزاي الشباب المصري كان ممكن يضحي بنفسه ويعمل أي حاجة من أجل إجلاء قوات الإنجليز عن مصر. ودي كانت في الفترة دي كانت معظم المسلسلات والأفلام بتتكلم عن النقطة دي وبتبين لنا إزاي الشاب المصري ما كانش حابب الاحتلال، ما كانش حابب إن يبقى فيه حد غريب قاعد في بلده ومتحكم فيه. فدي من النقط اللي كانت منتشرة جدا في الفترة دي في المسلسلات وفي الأفلام الإذاعية. خلينا نتكلم بقى عن أداء الممثلين في المسلسل. الحقيقة إن أنا من أكتر الناس اللي بتحب صوت صلاح سرحان في الإذاعة. يمكن صلاح سرحان ملوش أعمال كتيرة في التلفزيون، لكن هو في الحقيقة ليه أعمال كتيرة جدا في الإذاعة وصوته مميز جدا في الإذاعة. وفعلا هو متميز إنه بيقدر يوصل لنا هو عايز يقول لنا ايه في المشهد، بيوصل لنا شكل المشهد ماشي ازاي، بيوصل لنا الإحساس بالكلمة في كل حاجة هو بيقولها. فهو فعلا ممثل إذاعي قوي لأنه بيقدر يخليك تتخيل المشهد زي ما بيحصل بالظبط. يمكن لسه بعد كده هنتكلم كتير وهنقول أعمال كتير شارك فيها صلاح سرحان، وهنحس فعلا قد ايه هو كان متميز جدا وخد فرصته في الإذاعة أكتر من الأفلام في التلفزيون أو في المسلسلات. إحسان القلعاوي من الأصوات الدافية جدا، الأصوات اللي انت سهلة قوي انك تميزها سواء وهي شابة أو وهي كبيرة. هي فعلا متميزة جدا حتى في الإذاعة، بتقدر تمثل كويس جدا في الإذاعة، بتحسسنا بالمشهد، بتحسسنا باللي هي عايزة تقوله بالظبط، وبيوصل لنا زي ما هي حاساه بالظبط. فبرضو أنا من الناس اللي بتحيز جدا لصوت إحسان القلعاوي جدا في الإذاعة. طبعا صوت زوزو نبيل محدش يقدر يتكلم عليه ولا في الإذاعة ولا في التلفزيون، لأنه هو صوت مميز جدا وصوت بيعرف يتلون على حسب الدور بتاعه. يعني لو هي بتعمل لنا دور واحدة ست حقودة أو شريرة أو أي صفة مش كويسة بتقدر توصل لنا ده من غير أصلا ما نشوفها، يعني احنا بنتخيلها أصلا. ولو عملت ست حنونة وصوتها في صوت الأمومة والأم والإحساس بنلاقيها برضو هي زوزو نبيل. فزوزو نبيل محدش يقدر يعقب على صوتها سواء في التلفزيون أو في الراديو، يعني هي مميزة جدا. وبرضو إن شاء الله هنعرض لها أعمال في الإذاعة دور بقى عكس الدور ده خالص، هنحس برضو إن زوزو نبيل كانت فعلا مميزة جدا فيه. برضو من الأصوات اللي كانت مميزة واللي أنا ما كنتش أعرفها في الأول لما كنت بسمع صوتها هو صوت كريمة مختار. واللي بالنسبة لي إن كريمة مختار أدائها في الإذاعة أقوى مليون مرة من أدائها في التلفزيون. يعني صوتها كممثلة إذاعية بيقدر يوصل لي هي عايزة إيه برضو بالظبط من غير ما أشوفها. فهي بالنسبة لي كريمة مختار في الإذاعة أقوى بكتير من التلفزيون، وبدايتها برضو كانت في الإذاعة، فهي بالنسبة لي من الأصوات القوية جدا في الإذاعة. طبعا صوت نبيل الألفي صوت واضح جدا، صوت قوي، صوت مناسب للدور، بيقدر يتحكم في انفعالاته على حسب الدور، بيوصل لنا ازاي هو غضبان ازاي هو قلقان. فبصراحة أنا ما عنديش أي تعليق على أي حد في المسلسل. وصوت برضو إحسان الشريف وصوت رفيع الشال من أقوى الناس اللي مثلت في الإذاعة. برضو يمكن في التلفزيون ممكن نعرف شكلها بس ما نعرفش اسمها، لكن هي فعلا مميزة جدا جدا في الإذاعة. فأنا الحقيقة ما عنديش أي تعليق على الممثلين في المسلسل، كلهم عملوا أدوارهم حلوة جدا، حتى الأدوار الثانوية زي عادل النهلمي وصلاح قابيل، وهنلاقي في ناس كتيرة جدا مثلت كأدوار ثانوية. وهنلاقي كمان اللي هيفاجئنا حسن يوسف، واللي أنا الحقيقة مش عارفة هل هي كانت بدايته، هو كان عامل بالمناسبة دور عاشور البواب. فأنا
يعني ما كنتش اتخيل ان ممكن حسن يوسف يعمل دور زي ده، بس هو غالبا كان في بدايات حسن يوسف يعني، لانه هو دور مش كبير بس كان اداؤه مناسب للشخصية. فالحقيقة ما عنديش اي تعليق عن ابطال المسلسل، لان كلهم بالنسبة لي كانوا متفوقين على نفسهم فعلا. وكالعادة الوقت معاكم بيعدي بسرعة، هسيبكم تستمتعوا وتسمعوا المسلسل بأصوات الممثلين، وما تنسوش تبعتولنا آرائكم وتعليقاتكم على الحلقة، واستنونا في الحلقة اللي جاية ومعاها قصة جديدة وفنجان كابتشينو دافي. شكرا ليكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من كابتشينو. كانت معاكم شيرين وجيه.